بالنسبة لبرج السرطان، سرطان أهم شيء عنده سرطان إنه المشتري موجود ببيت العائلة. يعني أي شخص مواليه برج السرطان إذا حابب يرتبط، هيدي سنة ارتباط. إذا متزوج على الأرجح في بيبيز. إذا حابب ينقل لبيت، إذا مستأجر مثلا. هون لما بتكون الحالات هون يعني شوي متحير أحيانا، لما بتكون الحالات كلها هي موجودة، شو نوع كل هدول؟ كل هول يعني حدا مجوز وعنده اولاد وبيته وعنده بيته وما بده يغيره، ايه يعني بتكون هيدي سنه، بتكون هيدي سنه ليكي ما تفكر انه في يعني حدا بيقولوا مثلا سنه الارتباط لما بعرف مين، طب اذا بيكون الشخص ديجا مرتبط متجوز يعني. بيكون ديجا ايه يعني بدك تعطي انت حل لكل الاشخاص حتى للعازبين. يعني انا عم بحكي بالمطلق بكل الناس، بس عم نحكي مثلا انا سرطان، انا سرطان ومرتبطه وعندي بيت ومتجوزه وعندي يعني عندي الهدول اللي عم تحكي عنهم. اكزاكتلي سؤالك كثير وجيه وبمحله. هذا معناته انا بيعطيني لبرج السرطان، بيعطيني استقرار، بيعطيني راحه بال. المشاكل اذا واحد عم بيعاني منها من قبل، هيدي السنه بتختفي. هيدي السنه بتحسي انه صار في انسجام اكثر في عقر البيت. وما تفكري احيانا بتدخلي على حياتك على بيتك اشياء جديده، تنفضي البيت، بتغيري، بتستأجري بيت بالجبل، بتسافري، بتطلعي جنسيه، بتهاجري، بترجعي من هجره. طب يعني في تطورات. فينا نقول انه في قلت البرج الاقوى السنه هو الميزان. نعم. بس اذا مثلا بدنا نعطي العنوان بالقلب، يعني برج العمل هالسنه لمين؟ برج الارتباط لمين؟ يعني العنوان الكبير يلي بيتجوز يعني بالقلب، يعني برج يعني اللي حيكون بشغله صارخ مين مثلا؟ يلي رح بيكون هلا عم نسبق، معلش اوكي لا وحنرجع لهم. بس يلي صارخ بشغله ديفينتلي هو ميزان عقرب. هو في عندي ثور، في عندي جدي، هدول عم بحكي بالشغل. الجدي والثور ترابيين اثنيناتهم. في عندي مصاري للعذراء، عم تحكي لانه مهنيا. عندي ارتباط ديفينتلي للحمل. الميزان كارت بلانش بيعمل اللي بده اياه. في عندي حب للجوزاء. في عندي بيت جديد حلو للسرطان. في عندي سفر للدلو. في عندي او شهاده للدلو. او شهاده عم بسالك، ما بعرف بس سفر حلو او مش حلو؟ سفر اكيد حلو، اللي عم بحكيك اياهم كله حلو. بس عم بسالك لانه انت دلو في شهاده ثانيه مثلا؟ هلا بعد درس خلص اوكي. في عندك يعني كل برج له شيء، كل برج له رزقه، ما في كل برج له رزقه السنه. طيب خليني ارجع امشي ورا السرطان. هلا السرطان بده ينتبه على شغله وعلى صحته، لانه سحل ببيت الشغل والصحه. طيب انتبهي لكن كارمن على شغلك مع لكن الانسان البرج ما تفكري انه حطينا عنوان انه ذس از ات. لا نحن عم تحكي في كثير تفاصيل واشياء حلوه. ما عشان هيك الناس بتغرق احيانا بالايام. يعني انت حتى بتحطي بالكتاب الايام وبتحطي يوم بيوم يعني مثل الطقس، مثل الاحوال الجويه، انه مغيمه الدنيا بدها تشتي، انه ما بتشتي برمانه، بطايفه ببيروت. يعني اذا شخص كثير بيصدق الابراج، وانا اطلع هلا الاقي انه مثلا 10 ديسمبر مشكله كثير كبيره علي وحط هالديت وخاف منه، كمان ما كثير بكون منطقي. لا منطقي. انا بقول لك ليه منطقي، لانه الوقت له نوعيه. الوقت له نوعيه، ما في وقت مثل الثاني. وكل الكتب المقدسه بس انا عم بعرفه، انت عم تقولي عنه قبل بوقت مثلا. كل الكتب بتقول انه الكواكب هي للمواقيت كلها، كل الكتب. في عنا نحن نوعيه للوقت. هلا انا شو بعمل؟ كل اللي بيطلع بيشوف في غيمه سوداء، غيمه جايه، في عاصفه. هي نوع من تحليل وتقديم الفكره. أنا بكتابي بقول نهار الاثنين 3 4 أنا مش عم بشوفهم، أنا في عندي مرجع، أنا في عندي مراجع حسابات، أنا بتطلع على المرجع. مش أنا قررت إنه كان شماس وقررت الاثنين الثلاثة، لا، في عندي مراجع. يعني أنا وكل الأسترولوجرز، كل علماء الفلك بالعالم يلي بيتبعوا الأسس العلمية بده يطلع عندهم نفس الكونكلوجن. مثل الطبيب في سيمبتومز بدهم يعطوا كلهم نفس التحليل ونفس. خلينا نرجع على الأبراج يا كارمن، نرجع للأبراج. لا لأنك فتحتي أنت موضوع كثير حلو. ورا